لو عندك شوية دقيق وبمكونات موجودة كلها عندك في البيت، يلا تعالي أنا وإنتي نعمل شوية قراقيش في نص ساعة كده بالظبط، هشة وخفيفة ولونها ذهبي وقمر القمر. أي معجنات بتملى بيتك كله خير وبركة. ويلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. هنبدأ وصفتنا بشوية دقيق، كيلو من الدقيق مع معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، نص مج من المية الدافية، وكوباية من اللبن الرايب. وهنعمل كمان معلقتين من السمسم ومعلقة من الشمر المطحون، وشوية ملح صغيرين كده بتاع ربع معلقة، ونص معلقة بيكنج باودر، وكوباية من السمنة على الزيت أو زيت أو سمنة زي ما انت تحبي. أول حاجة هنعملها هنختبر الخميرة بتاعتنا. هناخد نص كوباية مية دافية، هنحط عليها الخميرة والسكر ونقلبها تقليبة حلوة كده ونركنها على جنب. وزي ما متعودين دايما في الفيديو بتاعنا لازم يكون عندنا بركة الذكر بتاعنا، لازم نزرع نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنبتدي نحط المواد الجافة على بعضها، الدقيق مع الملح مع البيكنج باودر مع السمسم والشمر، ونديهم تقليبة كده على السريع زي ما انت شايفة حبيبة قلبي، ونظبط الدنيا كده. وهنبتدي ننزل بقى بالمكونات واحدة واحدة، والدنيا هتبقى شغالة عندك قمر القمر. ومش هننسى كمان ان احنا لازم نحط في عجينتنا دي معلقة من الخل، بتفرق برضو في العجينة وبتخليها هشة وخفيفة. يلا مين اللي ما حطتش لايك لحد دلوقتي تديني لايك، ولو كنت ان شاء الله ليا قبول عندك يلا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد يا ست الكل. اضغطي على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر تحت الفيديو. هنبتدي كوباية السمنة ننزل بيها ونخلي شوية صغيرين. هتعملي بيهم ايه يا هنا؟ هتشوفوا معايا هنحطها امتى بالظبط، وهتفرق في طعم القرص بتاعتك بطريقة يعني مختلفة، اللي هي القراقيش بتاعتك، لان احنا ممكن نعمل العجينة قراقيش وممكن تعمليها مدورة على هيئة قرص، على حسب انت محبة الطريقة بتاعت العجينة بتاعتك يكون شكلها ايه. ممكن تحطي جواها تمر، ممكن تحطي جواها ملبن، ممكن تحطي جواها يعني اللي انت حشوات اللي انت عايزاها، تحطي فيها جبنة، قمر القمر. في كل الحالات العجينة شغالة معاكي كده ما شاء الله. انا شفت ان الخميرة بتاعتي بدأت تعلى كده، يبقى الخميرة حلوة وجميلة وهنبتدي نشتغل اهو. شفت انا جبت الخل اهوت علشان لازم نحط معلقة صغيرة هتخلي العجينة ما شاء الله قمر القمر. وهتشوفوا معايا العجينة شكلها ايه ورايحة لفين وجاية منين. ربنا يخليكم ليا يا رب. ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. طول ما أنت واقفة بقى اذكري الله عز وجل، هتلاقي ربنا اداكي البركة في كل حاجة وأي حاجة أنت بتعمليها. طبعا الخطوة دي مهمة جدا يا بنات، لازم نديها حقها، ان كل حبه من الدقيق تتغلف بالسمنه او الماده الدهنيه اللي انت بتستخدميها علشان تبقى ايه مبسوسه يعني. وهنبتدي بقى ننزل دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد بخلطه الخميره مع اللبن. طبعا ايه لازم تقللي السرعه شويه، لان انا المفروض كنت اشيل الكف واحط الخطاف، انا ما كنتش يعني ايه خدت بالي من النقطه دي فعدلتها تمام، حطيت الخطاف بدل الكف وبدات اعجن بالطريقه اللي انتوا شايفينها. كان عندي كميه من اللبن الرايب، اللبن الرايب او لبن عادي ومعاه معلقه زبادي كبيره، هتخلي العجينه بتاعتك هشه وطريه قوي قوي قوي. فانا حطيت بقيه اللبن في الخطوه ديت. ويلا بقى ايه نبتدي نعجن زي ما انتم شايفين كده. وما شاء الله برضو ادوها وقتها في العجن، ادوا لكل حاجه وقتها علشان هي كمان تديكي نتيجه مبهره مبهره مبهره. وما شاء الله العجينه زي ما انتم شايفين هتشوفوها دلوقتي ملساء وناعمه كده وجميله وطريه في نفس الوقت زي الملبن كده. هنبتدي بقى ايه دي اخر خطوه، نحط شويه السمنه دول يا بنات في اخر بقى ايه خلاص اخر ما العجينه بتلم كده، بتخلي الحاجه بتاعتك ريحتها السمنه باينه فيها قوي وانت بتاكليها، لانها بتبقى في قلب اخر ختمه كده ما بتكونش تاهت جوه العجينه قوي. فالحركه دي حلوه قوي والتركايه دي قمر، اعتمديها هتغير برضو في القرص معاكي كتير قوي. هنكمل عجن بقى واحنا مع بعض كده هنقول اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين. اللهم ارزق كل مشتاق ذريه صالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه وردينا ربنا يرزقكم الذريه عاجلا غير اجل. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العباد. ربنا يرزقكم دايما من حيث لا تحتسبوا يا حبايب قلبي، وربنا يرزقنا جميعا البركه البركه البركه. ودايما دايما نقول اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي. شوفوا ما شاء الله العجينه هي ما شاء الله بقت قمر زي ما انتم شايفين كده يا بنات، طريه طريه وجميله زي ما انتم شايفين، حاجه كده الاخر
اخر لذاذه يعني، وكان طعمها يا بنات تحفه تحفه تحفه، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك. خلاص كده تمام. هنرجع بقى العجينه بتاعتنا، وهناخد دي بقى العجينه علشان خليكي شاطره وقروبه. هنحط حته كيس ونغطيها بفوطه، ودفي الفرن بتاعك شويه، واطفي الفرن ودخليها، هتلاقي الخميره بتاعتك بتختمر بسرعه جدا. وهي فعلا اختمرت على ما لميت الدنيا بقى ونضفت. وزي ما انتم متعودين معانا، قبل ما تشيلي اي جهاز موجود عندك لازم تكوني مسحتيه ونضفتيه كويس جدا، وبكده هتحافظي على كل اجهزتك الكهربائيه جديده زي ما هي، وفي نفس الوقت عمرها يبقى طويل، والمطبخ بتاعك يبقى نظيف. لا حطيتي حاجه في درج مكانها اكل ولا مكانها دقيق فتلم حشرات وتلم حاجات مش حلوه، فيبقى كده حافظتي على اجهزتك ومطبخك نظيف وزي الفل. اعتمد الطريقه دي، اي جهاز تطلعيه وتستخدميه، يلا بخاخه فيها شويه من الكلوركس الالوان صغنطاطين كده وشويه ميه متخففين، بخبخي كده ولمعي الحاجه بتاعتك وخليها زي القمر. وبكده دي القراقيش بتاعتنا. انا المقطع بتاع التقطيع ما جاش، قطعتها بالطول زي ما انتم شايفين وحطيتها استوت وكانت زي القمر، جنب شاي ساده جنب شاي بلبن، هي جميله جميله جميله. اعتمد الطريقه دي وانت هتطلعي زي ما انت شايفه احلى قراقيش من تحت ايديكي، وتبقي ست بيت زي القمر. يلا ما تنسونوش من اللايكات. استودعكم الله.